بتعتبر حضارة المايا من أشهر الحضارات القديمة المتطورة، قامت حوالي سنة 2000 قبل الميلاد وامتدت لأكثر من 3000 سنة في أمريكا الوسطى وجنوب المكسيك. بترجع تسمية المايا للعاصمة مايابان، آخر عاصمة لحضارة المايا القديمة. اشتهر شعب المايا ببراعته في مجالات كتير زي الزراعة والطب، وكمان الفلك اللي برعوا فيه كنتيجة طبيعية لإجادتهم لعلم الرياضيات، فقدروا إنهم يرصدوا حركة النجوم وبعض الظواهر الكونية زي كسوف الشمس. واستخدموا تقويم كان بيطلق عليه اسم تقويم الأعداد الطويلة أو العد الطويل، وكانت السنة عندهم 18 شهر، كل شهر 20 يوم، ده بالإضافة ل5 أيام كان ليهم مكانة مقدسة. وبالنسبة للغة فيقال إنهم استخدموا حوالي 800 رمز و36 لغة، لكن من أشهر إبداعاتهم في الهندسة والمعمار كانت أهراماتهم الضخمة، واللي كانت بتستخدم كمدافن ملكية ومراصد فلكية ومعابد، ده بالإضافة إنها كانت مكان للأضاحي البشرية، واللي ألقت الضوء على الجانب المظلم لشعب المايا اللي شاع عنده تقديم الأضاحي البشرية اللي بتقام بأبشع الطرق فوق سطح الأهرامات، وده عن طريق شق جسم الضحية لاستخراج قلبها وهي حية، وبعد كده بيتم فصل الرأس عن الجسد. من أشهر أهرامات شعب المايا هو هرم كوكولكان، واللي يعتبر أحد الشواهد على براعتهم في الهندسة المعمارية. على كل جانب من جوانب الهرم سلالم عددها في النهاية بيكون 365 سلمة بنفس عدد أيام السنة، وكان الهرم بيحصل فيه ظواهر خاصة وقت الاعتدال الربيعي والخريفي، بيتحرك عليه ظل أشعة الشمس بشكل متكسر نتيجة لشكل السلالم، فبيظهر في النهاية كأنه تعبان عملاق بيتحرك على الهرم. ده طبعا غير المدن الحضارية والأبنية اللي بيقال إنها وصلت ل60,000 بناء، بالإضافة للكنوز الذهبية اللي أشهرها كنز التمائم الذهبي، واللي كان على شكل أجسام طائرة أو مجنحة بيلبسها زعماء المايا. التمائم دي حيرت العلماء ودرسوها مع المتخصصين بسبب شكلها اللي بيشبه الطيارة، والتمائم محفوظة حاليا في بعض المتاحف زي متحف التاريخ الطبيعي في شيكاغو، ومتحف علم الأجناس البشرية في برلين، ومتحف الذهب في كولومبيا. اختلف العلماء في سبب اندثار حضارة المايا القديمة، واللي اتلخصت حسب بعض الآراء في تغيير المناخ اللي أدى لجفاف ومجاعات، وده طبعا غير حروبهم طويلة الأمد مع الأسبان، واللي قدروا يهزموا شعب المايا بصعوبة بالغة علشان يستولوا على ثرواتهم. في أثناء الحروب دي اتقتل عدد كبير من شعب المايا واتحرقت كتير من مخطوطاته، لكن وبالرغم من كده لسه لحد دلوقتي أحفادهم بيعيشوا في مجتمعات المايا الحديثة في أماكن مختلفة، واللي لسه بعضهم متمسك بعادات أجداده، فيما عدا طبعا الأضاحي البشرية.